مش شخص شرير، الشخص ذات النمط التجنبي عايش في سجن لوحده، السجن ده هو بناه بنفسه علشان يحمي قلبه. غلابة والله، كلنا غلابة. عشان نعذر أصحاب النمط التجنبي لازم نفهم القصة الأول، لازم نرجع لفيلم الطفولة زي ما بنعمل كل مرة، كل حاجة هنرجع للطفولة، هنرجع للطفولة، ورانا إيه؟ ما نرجع، ما ترجعوا يا جماعة معايا، أنا تسيبوني أرجع لوحدي. التعلق التجنبي بقى بيتولد من الإهمال العاطفي أو الاعتماد المبكر على النفس. وأنت طفل تجنبي لما كنت بتعيط، بتخاف، بتحتاج حضن، بتحتاج امان، ما كانش بيبقى في حد. الاهل في الحاله دي يا اما كانوا مهملين جدا، ومهملين هنا اقصد مهملين عاطفيا، او كانوا بيستخدموا جمل من النوعيه دي، جمل من نوعيه ما حدش هيفيدك غير نفسك، لازم تعتمد على نفسك عشان ما فيش حد هينفعك، بطل عياط وخليك راجل، بطلي عياط انت بتمثلي. فالطفل هنا عقله بيستوعب صدمه قاسيه جدا من اقصى ما يكون، فيبدا يقول لنفسه ايه بقى؟ المشاعر ضعف، عمر ما البني ادمين كانوا او هيكونوا مصدر امان، انا لازم احمي نفسي بنفسي. فيعملوا ايه؟ فنطمس المشاعر، نخلي مشاعرنا مش موجوده، نقفل عليها بصندوق حديد ونرميها في اعماق البحار، ويقرروا ان هم مش هيحتاجوا المخلوق تاني. هل دي توقعات واقعيه؟ لا طبعا. فمجرد ما بنكبر وبنبدا نحس مشاعر تجاه شخص تاني، الصندوق ده بيطفو على وجه الميه، بيتفتح غصب عنا، الشخص ده يترعب ويروح قافل الصندوق ومخبيه تاني في نفس المكان. والله غلابه.